المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: وزير الشؤون الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة. إصدار تطبيق هاتف محمول لخدمات السجل العام. سيمينار للدفع بدور المرأة في كافة المجالات. أمريكا تعترف بدولتين صغيرتين بالمحيط الهادي في تحدي جديد لبكين. قادة الصين وكوريا الجنوبية واليابان اتفقوا على عقد أول قمة منذ 2019. وبكين تحذر مانيلا من إثارة مشاكل في البحر الصيني الجنوبي. أهلا بكم مشاهدينا. التقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح يوم 25 من سبتمبر الجاري بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، وتناول اللقاء تطورات السلام والأمن في القرن الأفريقي وعلاقات الشراكة والتعاون مع الأمم المتحدة. وكان الوزير عثمان صالح الذي ألقى رسالة أو كلمة إريتريا في الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 من سبتمبر، وشارك في وقت سابق في المنتدى السياسي الرفيع للتنمية المستدامة والاجتماع الرفيع بشأن التغطية الشاملة للخدمات الصحية ومؤتمر المستقبل، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري لأقل البلدان نموا، حيث ألقى كلمات أوضح فيها موقف إريتريا ووجهات نظرها بشأن القضايا المطروحة، كما التقى بمسؤولي مختلف البلدان. تم تطوير تطبيق في الهاتف المحمول بواسطة مكتبة رورا الرقمية وشدة سولوشن لدعم خدمات السجل العام في الإقليم الأوسط. وقال المدير العام لإدارة نظم المعلومات الجغرافية والإحصاء السيد تدروس تخلي في المناسبة التي حضرها مسؤولو الأقسام ومدراء المديريات في إدارة الإقليم أن الهدف الرئيسي من التطبيق الصادر باللغتين العربية والتجرينية هو حل التأخير في خدمات السجل العام. وذكر المهندس إبراهام يعقوب عضو مكتبة رورا الرقمية وشدة سوليوشن أن الهدف الرئيسي من التطبيق هو تعزيز المعرفة المحدودة حول التسجيل العام لشهادات الميلاد والزواج والوفاة والطلاق. وأشار مسؤول مكتبة رورا الرقمية السيد كفلون ميكائيل إلى دور الإدارة الإلكترونية في جدولة العمل ونظم المعلومات السليمة، وقال أن التطبيق سيمهد الطريق أمام المواطنين للتعامل مع شؤونهم بأنفسهم بسهولة. وفي الختام أثنى المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولد برهان أثنى على الشباب المشاركين في تطوير التطبيق، وحث على اتخاذ مبادرات مماثلة في مجالات أخرى من الخدمة العامة. تبرع الإريتريون في السويد وألمانيا وأمريكا والسودان ب 29,570 دولارا و3,265 يورو و45,441 نقفة لصندوق أمانة الشهداء وأسر الشهداء. وقد تبرعت منظمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في شومبينغ السويدية ب 2,500 دولار، والإريتريون في مقاطعة فتراوي الألمانية ب 1,280 يورو، وأعضاء جمعية كنيسة قدست مريم هيوستن الأمريكية ب 15,000 نقفة، والإريتريون في الخرطوم ب 800 دولار. كما تبرعت عائلة تقيم في فريدبرج ألمانيا بمبلغ 1,985 يورو، والجالية الإريترية في منطقة يوبك وضواحيها بمبلغ 30,441 نقفة، ومواطنة تقيم في ديريتش سودان بيرج الألمانية بمبلغ 720 دولارا. وتبرع مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في الخرطوم السودان بمبلغ 2,190 دولارا أمريكيا. في غضون ذلك تبرعت كنيستي دبر سهل قدوس ميكائيل وأبونا أرقاوي بالخرطوم بمبلغ 2,190 دولارا، وجمعية الصوم في الخرطوم ب 730 دولار، وجمعية أصحاب الركشات في الخرطوم ب 1,460 دولارا. كما تبرع 17 مواطن مقيما في السودان بمبلغ 18,980 دولارا أمريكيا. عقد سمينار في مدينة بارونتو في 22 من سبتمبر الجاري بتعاون الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وقيادة الجبهة الغربية لتعزيز دور المرأة في جميع المجالات في إقليم قاشبركة.
وأوضحت مسؤولة متابعة الأقاليم في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الآنسة هيلين أميني الدور القوي للمرأة الإريترية في المراحل السابقة، ودعت الشابات إلى الاستفادة الجيدة من عصر المعلومات والتكنولوجيا لتطوير أنفسهن وأن يصبحن أمثلة للتغيير. وذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم قاشبركة بالإنابة السيد ماركوس جرماتيون أن تمكين المرأة هو تطوير للأسرة والمجتمع والوطن. تلقت مدرسة عبد موسى في مديرية بريخ بالإقليم الأوسط دعما عينيا، بينما شيدت فصول إضافية في مدرسة عمر جابري في مديرية فرو. وشمل الدعم العيني لمدرسة عبد موسى الابتدائية الزي المدرسي ل60 طالبا في مرحلة رياض الأطفال و187 طالبا في المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر محمول للمدرسة. وشكر مدير المدرسة السيد عقبة جابر هبتي الشاب فيليمون موسى المقيم في سويسرا على التبرع، وأوضح صيانة الأثاثات المدرسية العام الماضي بمبادرات مماثلة. وقال رئيس لجنة أولياء الأمور السيد تولد برهان زكرياس أن التبرع استمرار لروح التعاون التي أظهرها المواطنون الذين يعيشون في الداخل والخارج. من جهة أخرى، قام سكان منطقة عمر جابري في مديرية فروه ببناء فصول دراسية إضافية للتخفيف من النقص في مدرستهم. وأوضح مدير ضاحية مالكا السيد موسى عبد الله أن المدرسة الابتدائية التي تم بناؤها عام 2018 تواجه نقصا في الفصول الدراسية مع ازدياد عدد الطلاب. وتشير وثائق المدرسة إلى ارتفاع معدل الالتحاق بمدرسة عمر جابري هذا العام الدراسي بنسبة 50% مقارنة بعام 2018. تقدم العيادة التي تم بناؤها في ضاحية كركشة في مديرية بارنتو مساهمة مشهودة في تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع. وأوضح السكان أنهم اعتادوا السفر إلى بارنتو وأقردات للحصول على الخدمات الصحية، الأمر الذي كلفهم الوقت والمال، لكنهم يشعرون بالارتياح بفضل العيادة التي افتتحت في منطقتهم. وذكر مسؤول العيادة الممرض هارون إدريس أن العيادة تقدم خدمات رعاية الأمومة والطفولة ورعاية الحوامل والصيدلة والتطعيم والفحص الطوعي والوقاية والعلاج من الأمراض المعدية وغير المعدية. من جهة أخرى، يقوم سكان كركشة بتوظيف أموالهم وأنفسهم لبناء مبنى لمكتب الإدارة. وقال مدير مديرية بارنتو بالإنابة السيد يماني محاري أن المبنى سيتضمن غرفتين لمكتب إدارة الضاحية ومرافق عامة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتراف بلاده رسميا بجزر كوك ونيوي في المحيط الهادي، وذلك في محاولة لمواجهة النفوذ الصيني بالمنطقة حسب مراقبين. وقال بايدن في بيان أن واشنطن تعترف بهما كدولتين مستقلتين تعاني بالسيادة وستقيم علاقات دبلوماسية معهما، مشيرا إلى أن الخطوة ستسهم في دعم منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومنفتحة. وجاء الإعلان في مستهل قمة مع منتدى جزر المحيط الهادي والذي يضم 18 بلدا، والذي قال مسؤولون أمريكيون خلاله أن الرئيس يعلن عن موقف أكثر قوة حيال المنطقة. وتنضوي في المنتدى دول وجزر في المحيط الهادي من أستراليا وصولا إلى دول صغيرة ذات كثافة سكانية ضئيلة والقبيلات. ورغم عدم تجاوز عدد سكانهما معا 20,000 نسمة، فإن جزر كوك ونيوي تشكل منطقة اقتصادية كبيرة في جنوب الهادي. أعلنت الصين أنها اتفقت مع اليابان وكوريا الجنوبية على عقد قمة بين قادة الدول الثلاث في أقرب وقت ممكن، بعد اجتماع قل مثيله بين دبلوماسيين كبار في سيول. والمحادثات الثلاثية التي حضرها النواب ومساعدو وزراء من الدول الثلاث اعتبرت محاولة لتخفيف قلق بكين من علاقات واشنطن الأمنية المتزايدة مع طوكيو وسيول، ووصفتها بكين بأنها مناقشات معمقة حول تشجيع استئناف التعاون بشكل مستقر. وقال إن الدول الثلاث اتفقت على عقد اجتماع لوزراء خارجيتها في الأشهر القليلة المقبلة، وتشجيع عقد اجتماع للقادة في أقرب وقت ممكن في وقت مناسب للدول الثلاث. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الدبلوماسيين اتفقوا على عقد قمة ثلاثية في أقرب وقت ممكن، واستضافت اجتماع وزاري ثلاثي للتحضير لها.
قالت وزارة الخارجية الصينية أنها نصحت الفلبين بألا تصدر عنها أفعال استفزازية أو تسعى إلى إثارة المتاعب. أدلى وانغ وون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بتلك التصريحات ردا على سؤال بخصوص إزالة الفلبين حاجزا عائما عند منطقة شعاب مرجانية في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وقال وانغ إن الصين تتمسك بقوة بسيادة الحقوق والمصالح البحرية لجزيرة هوانغيان، مضيفا ننصح الفلبين بعدم إثارة المشاكل. وكان مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو أونو وعد باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لإزالة الحواجز التي أقامها خفر السواحل الصيني في سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي. وأعلن خفر السواحل الفلبيني في بيان أنهم قاموا بإزالة حاجز عائم عند الشعاب المرجانية المتنازع عليها، لكن لم يتضح من البيان الفلبيني ما إذا كان الحاجز بأكمله أزيل من المياه. قال المركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد أن الجليد البحري الذي يكتنف المحيط حول القارة القطبية الجنوبية بلغ مستويات منخفضة قياسية هذا الشتاء، ما يزيد من مخاوف العلماء من تصاعد تأثير تغير المناخ في القطب الجنوبي. ويحذر الباحثون من أن هذا التحول يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الحيوانات، بينما تعمل أيضا على تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق تقليل كمية ضوء الشمس التي يعكسها الجليد الأبيض إلى الفضاء، في حين أن تغير المناخ يسهم في ذوبان الأنهار الجليدية في القارة القطبية الجنوبية، إلا أنه لم يكن من المؤكد مدى تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الجليد البحري بالقرب من القطب الجنوبي. ووجدت الدراسة أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات الناجم بشكل رئيسي عن انبعاثات غازات الدفيئة التي يسببها الإنسان يساهم في انخفاض مستويات الجليد البحري التي شهدت منذ عام 2016. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. وزير الشؤون الخارجية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة. إصدار تطبيق هاتف محمول لخدمات السجل العام. سمينار للدفع بدور المرأة في المجالات كافة. أمريكا تعترف بدولتين صغيرتين في المحيط الهادي في تحدي جديد لبكين. قادة الصين وكوريا الجنوبية واليابان اتفقوا على عقد أول قمة منذ 2019. وبكين تحذر مانيلا من إثارة مشاكل في بحر الصين الجنوبي. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.